تخيل كده يا زمالة تكون شاب معدوم الفايدة، حياته كلها فقر في فقر، الكل بيجوا عليك وبيهنوك، وكمان بيتحكم عليك بحاجة انت ما عملتهاش، وانت بتقف وبتقول انا راجع وهنتقم. يا ترى بطلنا هيبقى قد كلامه وهيرجع ويكسر امهم ولا هيتنسى من الوجود؟ ده بقى اللي هنعرفه النهارده يا صديقي الاوتاكو. يلا بقى ارزع اللايك بتاعك يا معلم واشتراكك علشان نوصل 1500 اخ واخت في اقرب وقت، واهم حاجه تصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا بنشوف البيت ديت اللي بتكون من طبقه الاغنياء، عندها دميه حصل فيها قطع صغير، امها بتقول لها عادي ارميها وهنجيب غيرها، وده الحال مع كل حاجه في العالم ده. اي حاجه فيها عيوب تعتبر قمامه، وده مش مع الزباله بس لا كمان مع البشر. بنتعرف على بطل الانمي اللي اسمه رودو، اللي بيكون السل المكان اللي بيترمى فيه القمامه، وده علشان ياخد الحاجات ديت ويصلحها علشان يقدر يعيش. لكن الحراس بتكتشف ان في حد في المكان وبيطاردوه، لكن رودو بيجري بسرعه رهيبه بيقدر يهرب منهم، بس بيكون اتصاب رصاصه بدراعه. رودو بيكون مكروه من الكل وما فيش حد بيحبه وبيسموه بجامع القمامه. بتروح البيت ديت اللي اسمها تشاي بتعاتبه على افعاله ديت اللي هتسبب له في النهايه بالاذى لو حد مسكه. رودو بيقول لها ان الاغنياء بيرموا الحاجات ديت وهي سليمه، وده بيشعرنا بالحزن على الحاجات ديت، علشان كده باخدها واصلحها وكمان بكسب منها فلوس. في الوقت دوت بيجي بعض الاشخاص المتنمرين اللي بيتنمروا عليه، الولاد بيقولوا له ما تبقى قاتل يا عم علشان تترمى في مكان بيدعى بالهويه كعقاب ليك زي ابوك. رودو بيتعصب عليهم لكن بيتحكم في نفسه. البت بتقول له انا عارفه ان الكلام ده صعب عليك لكن ما تقلقش انا بثق فيك. صاحبنا بيتحرج منها والشكل كده السناره غمزت يا صديقي، وهي بتشوف الدميه اللي لقاها وبتعجبها. بيقول لها انها مش للبيع بس هو كان عايز يديها لها هديه، لكن بتيجي امها وبتاخدها او بتقول لها انا قلت لك ما تقعديش مع الواد ده. رودو بيرجع البيت وهناك بنتعرف على رجاتو ابوه بالتبني. رجاتو بيقول له لازم نتكلم على اللي انت عملته النهارده، ولو فضلت تعمل كده هيمسكوك في النهايه. انا عارف ان ما فيش صله دم بينا لكننا لسه عيله، فبطل تعاملني كانك مديون ليا. رودو بيقول له انت لقيتني وانا رضاعي مرمي وربطني، مش موضوع اني مديون ليك بس انا بحترمك كفرد من عيلتي. رجعته بيشوف الجرح اللي عنده بيقول له تعال علشان اغير لك على ايدك بالمره. رودو بيقول ان الجرح ده يعتبر ولا حاجه مقارنه يعني بالجرح اللي سابوه لابويا، بتكون ايده مشوهه. رجعته بيقول ان الجرائم الكبيره عقوبتها الاعدام عن طريق الرمي في الهاويه، ودي بقى القاعده في المدينه، ابوك يترمى في الهاويه وعلشان كده لازم تهتم بنفسك وبالحاجات اللي بتحبها. وعلى فكره ايد رودو كانت من الاسباب اللي خلت الناس تكرهه، والجروح دي بسببها ابوها وكمان بتسبب له في الم ما حدش يقدر يستحمله. في الوقت دوت رجعته اداله القفازات اللي بيلبسها، ورغم انهم متبهدلين لكنهم بيخففوا الالم شويه. رجعته بيغيظه وبيقول له انت لازم تقدم الدميه ديت للبيت اللي بتحبها وتقول لها على مشاعرك والا حد هياخد مكانك. في الوقت دوت بيكون في شخص مريب واقف بره البيت. تاني يوم رودو بيسمع كلام رجعته وبيقدم الدميه للبيت، وهنا بنشوف الهاويه اللي بيعدموا فيها الناس. بيكون مكان مظلم جدا، اي حد بيرتكب جريمه كبيره عقابه الرمي فيها. رودو بيسال نفسه يا ترى ايه اللي بيحصل للناس اللي بتترمى فيها. في الوقت دوت بتيجي البت وبتقول ان الهاويه مخيفه جدا، بيتقال انها اتبنت في الحي الفقير ده علشان يفكرون بمصيرهم لو فكر حد فيهم يعمل حاجه غلط الهاويه هتكون مصيره في النهايه. فبتقول له رودو انا مش عايز اشوفك وانت بتترمى فيها، فبيقول لها ان رجاته قالوا نفس الكلام. بتقول له ده لانه قلقان عليك وبيحبك هو كمان. هو ايه اللي بيحبك هو كمان؟ قصدك ايه؟ اللي بتتجنن وبيتحرك جدا بعد كده بيدي لها الدنيا، وهي بتقول له انها مبسوطه وهتحتفظ بيها للابد. رودو بيكون هينفجر من السعاده وبيجري بسرعه علشان يقول لرجاته على اللي حصل، ولكن في حاجه غلط بتحصل. المسؤولين عن تنفيذ القانون ايه اللي جابهم للمكان ده؟ ما بيهتمش رودو وبيجري بسرعه للبيت، وهنا بتكون الصدمه. رجاته مطعوم من الراجل اللي شفناه من شويه. رودو بيجري عليه لكنه بيتضرب ضربه بتفقد الوعي للحظات، ولما بيفوق بيلاقي الراجل ده بياخد كتابه وهو بيمشي وهو مش قادر يتحرك. رجعته بيزعق عليه وبيقول له يهرب من هنا بسرعه، بيطلب منه يغير العالم المكرف ده. لكن قبل ما يهرب بيجي الرسل وبيمسكوه بتهمه انه قتل شخص. بيقول لهم انا ما عملتش كده، وكمان رجعته لسه حي. لما بيبص على رجعته بيكتشف انه مات
بيحاول يفهمهم لكنهم بيفقدوا الوعي. الناس بتتجمع على المكان وبيتقال ان رودو قتل حد اخيرا، وفي الوقت دوت بتكون موجودة تشاي وبتسمعهم وبيتم جر رودو لمكان الهاوية، والتجمعات بتكون من حي الفقراء وحي الاغنياء، كلهم بيتجمعوا على قرار واحد: ارموا القذارة في الهاوية. رودو مش فاهم ايه اللي بيحصل وبيطلب من اي حد يساعده. بيشوف تشاي وبيصرخ وبيقول لها ان في حد قتل رجاته، لكنها بتكون صدقت ان هو اللي قتل، وبتقول له ان في النهاية فعلا انت ابن القاتل، بتسيبه وبتمشي. وقبل ما يدي الكاهن الامر ان يترمى في الهاوية، بيشوف رودو القاتل وهو بيسكت بيقول انه هينتقم منهم كلهم. وفجأة بتحصل حاجة غريبة، ورغم السكوت من الارتفاع ده الا ان رودو ما بيحصلوش اي حاجة، لكن بيكتشف انه اترمى في الجحيم نفسه. ما فيش حد من الناس سأل قبل كده عن ايه اللي بيحصل في الهاوية، كانوا دايما مشغولين في اهانة الشخص اللي بيترمى بس، وما حدش كان يعرف بوجود الوحوش الخطيرة ديت اللي بتهجم على رودو وهو بيحاول يهرب منها بكل يأس. المكان مليان بهياكل عظمية والهواء الملوث، رودو هيتدمر لو فضل في مكانه ده، لكن مفيش مخرج، العالم مليء بالقمامة فقط. بيفتكر رجاته وبيقول لا انا مش هستسلم. وهنا بتحصل حاجة غريبة، القفازات بتاعته بتخرج منها طاقة، وبنشوف انوار بتخرج من كل مكان، وبيسحب الحديدة ديت وهو بيقول انه مش هيستسلم وهينتقم من الكل. بيكون قوي جدا بشكل مجنون، وبيكون في شخص موجود في المكان وبيراقبه. رودو نازل جلد في الوحوش، بيضرب وبيقوم تاني بيكمل ضرب فيهم، لكنه لو فضل في المكان دوت اكتر من كده هينتهي. مش كده وبس، ده كمان بيهجم على وحشين في نفس الوقت، لكنه بيحصل على طاقة رهيبة بيدمرهم بيها. بيجي وحش تاني بيضرب رودو، بيترمى عند الشخص ده واللي كان لابس ماسك علشان يقدر يتنفس. ورودو بيسأله انت مين وايه المكان ده وازاي في ناس عايشة هنا، فبيقول له اخرس يا عم. رودو بيقول له ايه العالم ده، الواد بيقول له مش قلت لك اخرس، انا مش عاوز صداع. رودو بيتكلم وبيقول انا وقعت في الهوية ديت ومش عارف ايه اللي بيحصل هنا تحت الارض. الواد بيقول له احنا مش تحت الارض ولازم تبقى هادي، فاخرس يا حبيبي هتودينا في داهية والله. رودو بيقول له انا مش سامعك، اتكلم بوضوح اكتر. فبيتعصب عليه وبيقول له يا عم انا قلت لك احنا مش تحت الارض، والزبالة ديت كلها انتم اللي رمتوها يا سكان الفلك، وانا بقول لك اخرس لان في وحش ضخم في المكان فلاحظ وجودنا بسببك يا عم. والوحوش ديت ما بتتدمرش بشكل عادي، ولازم اسلحة مخصصة علشان تدمرهم والا هيتجددوا تاني. ومش بس كده، دول كمان بينجذبوا للصوت، وعلشان كده كنت بحاول اهمسلك علشان تخرس يا غبي. في الوقت دوت بتخرج طاقة رهيبة من المظلة بتاعته بيسيح بيها الوحوش اللي بتتبخر من الوجود وما بتقدرش تظهر تاني. بيبدأ المجنون في تدمير الوحوش، بينزل على واحد منهم زي الصعقة بينهي تماما ويخرب بيت الجنان. بعد كده بيخلع الماسك اللي هو كان لابسه وبيعرف على نفسه ان اسمه انجن، مجرد منظف بسيط كاحيان. اورغو بيفقد الوعي وبيفتكر وهو صغير العيال رموه بالطين لانه قال لهم ان الحاجات اللي بنهتم بيها بيسكنها روح جميله، وهو فسر ان معنى كده ان الحاجات دي حيه. روجاتو بيقول له ان دي مجرد اسطوره علشان بس الاطفال تهتم بحاجتهم شويه، لكن انا مؤمن بيها. اورغو بيقول له معنى كده ان الحاجات دي كلها فيها ارواح، فبيضحك وبيقول له ايوه. رودو بيساله بيقول له حتى القفازات ديت، فبيقول له ايوه، ولو اهتميت بيها كويس فمع الوقت هتسكنها روح. وبعدها بيفوق صاحبنا وهو مربوط وبيسحبه انجن. رودو بيقول له انت ليه رابطني يالا؟ انجن بيقول له انا لقيتك فاقد الوعي فقررت اعطف عليك واخدك معايا. رودو بيقول له فكني يا عم انا عايز ارجع فوق تاني. فبيقول له ده مستحيل، المكان اللي فوق ده احنا بنسميه الفلك، باختصار يعني ده مش ممكن حاليا. رودو بيقول له انا هطلع مهما كلف الامر، وكمان انت قلت لي ان ده مش ممكن حاليا يعني، وهو انت عارف حاجه طلعني لفوق. بس بقول لك ايه، انا عايز اعرف عن العالم ده وعن الوحوش ديت وعن القوه اللي عندك ديت علشان استخدم كل ده وادمر الاشخاص المجرمين واكسر اللي على الفلك. مانيش ساكت لحد. انجن بيقول له انت بتتكلم كتير وشكلك كده مش هتسكت خالص وهتقرفنا معاك، وانت شكلك
مستعجل علشان تعرف على كل حاجة على الأرض، وأنا هاخدك علشان أوريك. بيروح بيه مكان في عربيات نقل وبيسيبه هناك وبيمشي، ولكن فجأة بينزل من العربيات ديت ناس لابسة ماسكات. الراجل ده بيقول له مستحيل انت من سكان الفلك، فبيقول لهم ايوه انا واحد من الفلك. بيشيلوا ماسكات وما بيكونوش مصدقين نفسهم لان مفيش حد فيهم شاف واحد من سكان الفلك حي، كلهم بيكونوا اموات. او بيقولوا له ليه انت مربوط كده، خلينا احررك. رودو بيقول دول ناس طيبين قوي. لا والله انت اللي طيب يا روضة. فجأة بيلاقي نفسه مربوط بالجنازير في عربية، وبيقولوا له ان اجسام سكان الفلك غالية، في ناس ممكن تدفع فيها كتير مقابل بس ملابس معفنة، واحنا ما كناش متوقعين ان احنا نمسك واحد حي. عايز تعرف ليه ممكن يكون في حد عايز سكان الفلك؟ هقول لك انا ليه. علشان احنا بنكرهكم بسبب القمامة اللي بترموها علينا، سببت في تسمم الهواء ونشأة الوحوش، بسببها في ناس كتير ماتت على يد الوحوش ديت. فتفتكر ممكن يعملوا فيك ايه لو شافوك؟ بس انا لو بعتك بالشكل ده مش هتجيب كتير، انت لازم تاكل. وبيبدأ ياكله من القمامة. رودو بيتجنن. الراجل بيقول له دي مش قمامة، دي لسه صالحة للاكل. رودو بيتعصب وبيخرج طاقة هائلة بتدمر بيها السلاسل. بيقول لهم انتوا فاكرين ان لكم الحق تعاملوني كده؟ وانجن بيكون بيراقبه من فوق وبيقول انا كنت عارف انه بيمتلكها من البدايه. رودو بيفتكر كلام جاتا وهو بيقول له لو عملت حاجه بعنايه هتسكن روح في يوم من الايام، واللي بتسكنه روح هي القفازات بتاعت رودو اللي بتحول السلسله لسلاح. انجن بيقول ان الناس اللي بيدوا اهميه للاشياء اللي بيحبوها بتتسخر وبتخرج قوتها، اسمهم الجفز او المانحون. ورودو بيكون قوي جدا. الراجل ده بيقول استهدفوا السلسله ديت من غير الاغراض بتاعتهم بيكونوا عاجزين، ولكن ده ما بيفرقش اصلا مع رودو لانه حتى بعد ما بيسحبوا السلسله بيحول الاطار ده لسلاح، والكل مصدوم من اللي بيحصل لان الجفرس بيكونوا معاهم غرض واحد، وصاحبنا دلوقتي استخدم اكتر من غرض. بس قبل ما رودو يخلص على الواد ده بيوقفوا انجن او بيقدر انه يهديه، وبنكتشف انه رودو ما كانش في وعيه وما كانش واعي باي حاجه. انجن بيقول زي ما توقعت استخدام قوه زي دي بتهرق الجسم. بيتاسف لرودو وبيقول له انا كنت عايز اتاكد من الحقيقه، انا هقول لك على كل حاجه عن العالم ده وعن قوتك، بس في المقابل هتنضم للمنظفين، احنا محتاجين ناس زيك. لكن صاحبنا بيكون مصدوم بيقول له انا لا مش عايز انضم لحد. ولكن انجن بيكلم واحد من المنظفين عن طريق الاسوره ديت اللي هي اداه اتصال في العالم ده، بيقول له ان في شخص موهوب جدا وعايز يضمه للمنظفين، وبياخد رودو علشان يعالجه. ورودو بيكون رافض انه ينضم للمنظفين لانه عايز يرجع للفلك. بيشكر انجن انه دفع ثمن العلاج، وانجن بيقول له انا وريتك ازاي الناس هنا بيكرهوا سكان الفلك، وهتكون في ورطه لو عرفوا انك منهم. وعلى فكرة مفيش حاجة في المكان ده بتتعمل بالمجان، لو عاوز معلومات لازم تقدم حاجة في المقابل. وبياخده علشان ياكله. وبيتصدم رودو ان في مدينة حقيقية، وبيبدأ انجن يشرح ازاي الوحوش دي بتتكون عن طريق المشاعر واللي بيسموها انما. الالمة ديت بتتحول احيانا لطاقة، وده بيوصلنا لاكتر من نتيجة، ومن بين النتائج دي بتتولد وحوش من القمامة وبتهاجم البشر اول ما بتشوفهم. في العادة بيفضلوا في مناطق كده، ولكن احيانا بيدخلوا المدن، وزي ما قلت لك الاسلحه العاديه ديت مش بتتاثر فيهم، ولكن قفزاتك تقدر تتعامل بيها معاهم. ويقول له لما يعامل الشخص اي حاجه بعنايه لفتره طويله بيسكنها حاجه اسمها المه، او بنسمي الاشياء ديت بادوات حيويه، وناس قليله جدا اللي بيقدروا يخرجوا الطاقه ديت، والناس دول اللي زي وزيك بنسميهم الجفرس. رودو بيقول له ان رجاته كان عنده حق في كلامه من البدايه. بيكمل انجن وبيقول المنظفين بقى مهمتهم اباده وحوش القمامه، واحنا محتاجين نضم ناس اكتر. رودو بيقول له يعني لو انضمت ليك هتديني معلومات عن ازاي اقدر ارجع للفلك؟ فبيقول له انا مش عارف اصلا ازاي ترجع للفلك، ولكن القائد عنده المعلومات ديت. وبيجي اتصال لانجن في الوقت دوت وبيقول له استناني هنا. قبل ما يكمل رودو بيشكره على انه عالجه وكمان جاب له اكل، بيبتسم وبيديله فلوس كمان. رودو بيقول له انت متاكد؟ فبيقول له ايوه يا ابني
ابني الفلوس اللي اخدتها لما بعت الملابس بتاعتك وهي اللي استخدمتها في علاجك والاكل بتاعك يعني، فما تشغلش بالك وتشكرني، اتفقنا؟ بينفجر رودو من الغضب، بيقول له انا هقتلك في يوم من الايام. انجن بيقول له خليك هنا، انا رايح اقابل اللي هيدربك. هو بتيجي قطه في الوقت دوت، هو بتسرق الفلوس بتاعت المنحوس يا صديقي، هو بيجري وراها، هو بيشوف عصايه قدامه، هو بياخدها، هو بيمسك بيها القطه والعصايه اللي بتكون بتاعت الواد دوت اللي بيقول له رجعها وهو متعصب. رودو بيقول له دي مجرد عصايه غبيه ملهاش لازمه يعني، فبياخدها منه، هو بيتعصب اكتر واكتر، هو بيبدا يخرج طاقه مرعبه، هو بيهجم على رودو، هو بيقول له لما تسرق كنز حد لازم تكون مستعد للعواقب. يا احمر انت. انجن قال انا اسمي زنك وانا من منظفين اوكوتا، انا اللي هبقى مسؤول عن تدريبك، انا مش ممكن ان ابدا معاك بشكل اساسي طول ما انت تسرق حاجات الناس، لو كان لحياتك قيمه انت عمرك ما هتعمل كده. رضا بيقول له انا اخدتها علشان ارجع فلوسي، فبيقول له ابوك فشل في تربيتك. هو بيتعصب رضا لانه يعتبر رجاته هو ابوها وبكده يكون اهانه، ولكن في اللحظه دي بيفتكر كلام رجاته وهو بيقول له لو كنت عايز حد يسمعك فحاول تتنازل انت الاول، لازم تهدى وتفكر في مشاعر الشخص التاني. وهنا بطلنا بيهدى وبيقول ايوه هو ليه حق يعني، هو ليه حق يكون متعصب لاني اخدت حاجه عزيز عليها، ولو حد اخد قفازاتي كنت هكون متعصب زيه برضك. هو بيقول له انا ما كنتش اقصد وانا اسف يا عم. وزنك بيقول له انا اسف انا كمان ان اتعصبت عليك لان العصايه ديت هي كنزي، واسف لو كنت خوفتك. رودو ما بيكونش مصدق نفسه ان كلام رجاته الغبي جاب نتيجه والموضوع انتهى، وبيقول ان دي اول مره يني فيها مشكله بالشكل ده، والزنك بيكون لطيف معاه وبيتغير 180 درجه، فبيكون رودو عايز يبتسم ليه علشان يحاول يلطف الجو بقى. ودي بقى كانت نصيحه من رجاته. زنك بيساله انت ليه انضمت لينا، وهو بيخرب الدنيا لان ابتسامته بتكون كده، وهو بيرد انا بس بساعدكم لحد ما اخد اللي انا عايزه. فبيفتكر زنك انه بيستهزئ بيهم وبيتعصب عليها، ورودو بيقول دي افضل ابتسامه عندي، والشكل كده صاحبنا ما بيعرفش يعني ايه ضحك، وبيقول انا غلطت في ايه، وبيحاول يبتسم تاني وبيكون شكله كده حرفيا شبه موظفين الاستقبال اللي بيبقى كاره اهله وكاره كل اللي قدامه لكن لازم يبتسم في وشك، ودي بتكون النتيجه في النهايه. المهم بيتعصب زنك اكتر واكتر، وبتتقلب خناقه بينهم تاني، وبيقول له انا كنت عارف من اول ما شفتك اننا مش هننسجم مع بعض. فبيسحب رودو عصايه من الزباله وبيحولها لسلاح، وهو بيقول له وانا كمان. بيقول زنك انا كنت فاكر ان اداتك هي القفازات، وبيستوعب ان رودو بيقدر يحول اي حاجه يلمسها لاداه حيويه، وبيقول انا فهمت دلوقتي ليه انجن قال عنك موهبه فطريه لكن انت عين كحيان مستحيل تهزمني. رودو بيهجم عليه وبيكسر راسه، وهنا بتكون المصيبه اللي بتنهي القتال قبل ما يبدا. صاحبنا بيكتشف انه اللي سحبه دوت هي الاداه اللي بينظفوا بيها. فهمت انت بقى يا معلم صح؟ صاحبنا رودو مش فاهم عشان كحيان وعمره ما استخدم حاجه زي ديت، وبيكمل هجومه وبيفضل يجري وراه زي الاهبل، وهو بيقول له يا ابني خلاص اقف الله يخرب بيتك، لحد ما بيني الموضوع بطريقه ما اتمناش لألد اعدائي. في الوقت دوت بيجي انجن، ولما بيعرف باللي حصل بيموت على نفسه من الضحك، ولما رودو بيستوعب اللي حصل بيكون مصدوم من اللي عمله. انجن بيقول له ان زانك هو اللي هيكون مدربك، هو افضل جيفرز عندنا بيقدر يتحكم في الادوات. زانك بيحترم قرار جانك جدا والكلام ده بيفرحه وبيخليه يرجع يبتسم تاني. بعد كده بنتعرف على واحده من اعضاء فرقه التنظيف وهي ريوها، وبعد كده بيتوجهوا للمقر، ولما بيوصلوا بيروح لموظفه الاستقبال واللي عندها قدره بتعرف بها امكانيات الشخص، واول ما بتستخدم قدرتها على رودو بيحصل حاجه غريبه. انجن بيقول لها ايه اللي حصل، فبتقول له ما فيش حاجه، هو رياضي جدا ومش هيحتاج تدريب من النوع ده، وعلاقته بأداة الحيويه قويه جدا لكن استخدامه ليها مش مستقر. انجن بيقول لها بس كده، فبتقول له ايوه، وبيكون انجن شاكك ان في حاجه غلط حصلت، وبيقول ان في المنظمه ديت حوالي 100 منظف بالمجمل، وده بيشمل المقاتلين والحراس والداعمين، بس المهمات بتفرقهم، وعلشان كده من النادر ان الكل يكونوا في مكان واحد. واول ما بيفتح الباب بيلاقي كتير منهم موجودين، فبيقول له رودو خلينا نأجل انك تقابلهم دلوقتي، وبياخدوا
له مكان القائد وبيقول له زي ما قلت لك ما فيش حاجة بتتاخد بالمجان، فعلشان كده لازم انت اللي تطلب منه الانضمام مقابل المعلومات. وكمان انا قلت لك على اداتك الحيوية علشان كده مضطر لكده، لكن نصيحة ما تسألش على اداة القائد، ما فيش حد مننا يعرف هي ايه ولا ايه قوتها، بس كلنا بنتابع القائد ده وثقتنا بتكتسب مش بس بالمهارة بل بقدرتك على انك تخلي الكل يثق فيك. وبعد كل المحاضرة ديت القائد ما بيكونش موجود اصلا او بيكون خرج في مهمة، فبيقول له شكلك هتستنى شوية معانا يا صاحبي لحد ما يجي، فبتعرض ريو على انه يروح معاها في مهمة كمتدرب. وهنا بنعرف ان المناطق متقسمة على حسب التلوث الناتج من القمامة، وكل ما التلوث يزيد الوحوش بتكون اقوى، والمنطقة اللي بيروحوا لها رودو هي من اخطر المناطق واللي بيسموها بالمنطقة المتوحشة. اكتشفوا في 6 مناطق شبهها لحد دلوقتي، معظم الناس بيموتوا مجرد ما بيدخلوا، وفكرة ان انجن لقاك فيها دي كانت معجزة. بتسأل انجن انت كنت بتعمل هناك ايه اصلا؟ فبيقول لها كنت بتمشى شوية، وبتطلب من رودو انه يرتدي القناع في المناطق الملوثة، وبعد كده بيتجهوا للمهمة. ورودو بيسأل نفسه هل الناس في الفلك ما يعرفوش ان في ناس على الارض ولا هم عارفين برضك؟ او برضه بينزلوا قمامة. بعد كده بنتعرف على مجموعة من المنظفين وهم الداعمين، ما بيكونوش عندهم قوة لكنهم بيساعدوا الفريق. بيبدأ نوع من الوحوش في الهجوم. رودو بيقول لها انت ما قلتيش ان هيكونوا خطيرين كده، فبتقول له ما تخافش دول ضعفاء حتى، شوف مش عارفين يدوسوا الحاجز. وفجأة بيجي نوع تاني اقوى، فبيقول لها يخرب بيتك دول اقوياء، احنا كده في خطر. فبرضك بتقول له ما تخافش دي مجرد نسخة اقوى شوية عن الصغيرة ديت، ودي مجرد تدريب مثالي يعني للمبتدئين، انت محظوظ جدا. بس احنا كده هنخلص بسرعة، ايه رأيك نعمل حفلة استقبال ليك لما نرجع؟ رضا بيقول لها انا لسه ما انضمتش اصلا، وبعدين انت ليه هاديه كده ومش فارقه معاكي اللي بيحصل؟ انت مش خايفه على حياتك؟ فبتقول له علشان تنجو في الارض لازم تكون هادي. فبيقول لنفسه ايوه صح، انجن كان دايما هادي، هو ده اللي انا محتاجه، انا لازم اكون هادي. وفجأة بيتم تدمير الحاجز من وحش خطير جدا، وهو بيقول عادي خليك هادي خليك هادي. فبتقول له يا نهار منيل ده وحش خطير، انا ما شفت زيه قبل كده، شكل حظك زي الزفت. وبتبدا في استخدام اداتها الحيويه وبتحول المقص ده لمقص كبير بتخلص بيها على الصغيرين، والداعمين بيكونوا اقوياء هم كمان، مهمتهم انهم يعطلوهم ويظبطوهم كده على الشر تخلص عليهم باداتها. رودو بيكون مبهور بعملهم الجماعي او بيتضايق لما بيفتكر كلامه لزانك لما قال له انا بس بساعدكم لحد ما اخد اللي انا عايزه. بس في الوقت دوت واحد منهم بيكون في خطر، فبيجري رود عليه وبيحميه وهو بيقول انا مش هكون عبء عليكم ابدا، انا هستخدم اداتي انا كمان وهثبت ده. وهنا بيستوعب مشكله كبيره وان انا اصلا مش بعرف استخدم اداتي السحريه، وده تسبب في ظهور الشكل ده. يا نهار اسود، الوحش بيكون هيهجم عليها ولكن ريو بتلحقه وبتدمره، وهي بتقول له عملا جيدا يا رودو علشان مش ساعد حد تاني. بس كده بنروح للمشكله التانيه وبتقول مهما قطعت في الوحش ده بيرجع تاني، فبيقول لجيرس انهم هيبلغوا عنه بما انه نوع جديد، وهي بتهجم عليه وبتقول انها هتفضل تقطع فيه لحد ما يتدمر. لكن الوضع بيكون اسوأ والوحش بيكون قوي جدا وبيدمر المكان، ورودو وقع في حفره اللي سببها الوحش، وبيقول انا قلت اني هنتقم من الشخص اللي قتل رجاته والناس اللي في الفلك، لكن انا مش قادر استخدم قوتي. وبيفضل يقول انا هفضل عبء على غيري لحد امتى بقى، انا مليت من حياتي. لكن في الوقت دوت بيلحق جيرس وبيقول له انا مش عارف انت وقفت في مكانك ليه، بس لو كان عندك هدف فاجري باتجاهه، طالما عندك فرصة انك تحققه فتعلم مننا. في الوقت دوت بتكون ريو عرفت مكان نقطة ضعف الوحش وبتهجم عليه بكل قوتها وبتقدر اخيرا انها تخلص عليها، ولكن بيكون في مشكلة، الوحش بيكون متكون عن طريق اداة حيوية وما بيكونوش فاهمين ازاي ده حصل. بنروح عند الراجل ده اللي شفناه قبل كده وهو بيفوق وبيكون في مكان غريب، وبيقول له انت قلت انك لقيت شخص من الفلك، هو فين؟ هو
وبيفضل يعذب فيه لحد ما بيقول له على كل اللي حصل وعن مواصفات روضة، وبعد ما بياخد منه المعلومات اللي عاوزها بيخلص عليه. وشكلنا داخلين على مصيبة. بيرجعوا الشباب للمقر وبيعملوا حفلة لروضة. زانك بيقول له ريوها ايه اللي حصل معاكم، فبتقول له ان الوحوش كان قوة نواتها كانت عبارة عن أداة حيوية، وفي وحش اتولد وهو بيستمد طاقة من أداة حيوية ومش عارفة اعمل ايه في ده. رودو بيكون مكتئب من اللي حصل، فبيروح له جيرس وبيحاول انه يرفع معنوياته وبيشكره لانه حماه. وبيقول رودو بس انا فشلت في استخدام اداتي واحتجت لك انت وريو علشان تنقذوني، وده دايما اللي كان بيحصل معايا. رجاتو هو اللي كان بيصلح الموضوع، انا لازم ارجع في اسرع وقت، لكن انا لسه ما اتغيرتش ولسه بعتمد على الناس. فبيشكره جيرس وبيقول له معظم الناس بتقلل من الداعمين اللي زينا وبيقولوا علينا ضعفاء وعاجزين وعبء على المنظفين، فلولا انضمامه للمنظفين علشان ينظفوا الارض من الوحوش القمامة ومن غير اي قوة مش هتقدر تقتل بها الوحوش ديت. وهو دلوقتي بيحاول انه ينشئ غرض ثمين خاص بيها على امل انه يكون جفرس. بيقول له رودو انسى انك تكون اقوى وانت كده، وافتكر اللي كنت عايز تعمله دايما قبل ما تيجي الارض وارجع زي ما كنت الاول. لو عملت كده هيبلك الطريق اللي انت عايزه. خليك مؤمن بنفسك، انت معانا هنا في الاسفل دلوقتي لكن انت لسه حي. وبيجي انجو في الوقت دوت هو كمان وبيعرف ان رودو بقى جزء من عائلة المنظفين. في الوقت دوت بيجي طلب للمقر، بيقول زنك ايه سبب وجود المتدرب ده هنا؟ صحيح ان انا اللي هدربك لكن ده بعد ما ينضم رسميا للفريق. فبتقول له ريو انها استدعته لانها عايزاه وتعرض لهجوم من وحش كمامة لما كان بيعبر منطقة ملوثة وسرق المخلوق حمولته الغالية. التاجر عايزهم يخلصوا على الوحوش ويرجعوا الحمولة واللي هي عبارة عن شخص حي نزل من الفلك. نادر جدا العثور على الشخص من الفلك في وقت قصير، وده ممكن يديك تلميح عن ازاي ترجع تاني. والقرار بيرجع لروضة لو كان هيروح ولا لا. فبيقول انا مش عارف اتحكم في قوتي وممكن اكون عبء عليكم بس لازم ارجع تاني، او ممكن يكون في اي تلميح عن ازاي ارجع. وبيقرر انه يروح وبيتوجه للمكان وبيسأل رودو جيرس عن سلاحه. فبيقول له انا معايا سكينة بدافع بيها عن نفسي، انا بقاتل بايدي في المعتاد. بيقول الواد ان جيرس معاه تعويذة صغيرة بيتبارك بيها دايما قبل ما يخرج علشان يرجعوا سالمين. وفي الوقت دوت بتيجي البت ديت اللي بتدلهم على المكان اللي المفروض يكون في الوحش، ولكن الموضوع كله بيطلع اشتغالة. اعتقد الكل عرف باللي حصل بعد ما ابن المجنونة عرف بوجود رودو. المهم ده فخ علشان يخطفوا رودو، والمجموعة ديت اسمها المغيرون زيهم زي قطاع الطرق. والمصيبة ان كلهم من الجفرس وبيسيبوا الموضوع لزنك وبيقرروا انهم ينسحبوا علشان يبرغوا المغيرين. بيكونوا عايزين رودو علشان يعرفوا منه ازاي جه هنا وازاي قدروا انه يعبر الحدود من غير ما يموت. زنك ما بيكونش فاهم ايه هي الحدود ديت وبيبدأ القتال بينهم، والبنت ديت بتصنع دوامات كتيرة وبتهجم عليها وزنك بيخلص عليهم بسهولة. ولكن فجأة بيخرج الواد ده من بينهم وبيضربه، وبتفضل تكرر الخدعة ديت اكتر من مرة لحد ما زنك بيقول لها وقفي حيلك الرخيصة ديت لانها بدأت تعصبني. انا فضلت هادي وبراقبك وقدرت اعرف كل حاجة. وبيكون قدر انه يحدد نقاط ضعفها. فبتقول له يعني انت مش هتعرف تغير اي حاجة. فبيقول لها ممكن يكون عندك خبرة اقل منكم في مجال قتال البشر، لكن انا عارف الاداة الحيوية اكتر بكتير وعارف كل حاجة عنها زي ما انها تقدر تعمل كده او بيخبط بيها على الارض، وبيستخدم تقنية بيقدر عن طريقها يكتشف مكان الواد ده وفي لحظة واحدة بيكون مخلص عليهم. وبيقول بتنهار الاشياء الرخيصة ديت بضربة واحدة. وفجأة بيسمع صوت واحد متخلف وهو بيقول وده بينطبق عليك انت كمان. بيتغير المشهد على اصدقائنا وهما بيهربوا من المكان او بيوصلوا لمكان المخرج وبيخرجوا اتنين، وفجأة بيسمعوا صوت حد جاي فبيفتكروا ان زنك
البنك، لكنه بيطلع المتخلف ده اللي بيدمر المخرج وبيقول له رودو بس سكتك يا معلم، وبيقول له في حد عايز يتكلم معاك شويه، ايه رايك تيجي معايا؟ وقال له انت مش محتاج للماسك ده لان مفيش تلوث في المكان، ودي خطه علشان نمسكك بيها. بيقول له رودو انت عملت ايه في المنظف اللي كان معاه العصايه؟ فبيقول له ما تقلقش انا بحاول اكون لطيف لما الخصم بيكون قوي، علشان كده انا خليته يفقد الوعي مش اكتر يعني، لكن ما اعتقدش انه حابب اسمع عليها ابدا. ايه رايك تيجي معايا من غير ما تتألم؟ بيهجم عليه في الوقت دوت لكنه بيقدر يتصداهم، ويجرس بيقول انا احمي فريقي مهما حصل مهما كان من ده، واللي لازم اقتله هحميكم. فبيقول له انا سمعت ان المنظفين عندهم اشخاص ضعفاء بيسموهم بالداعمين. بيقول له جرس مش هقدر اقتلك من غير سلاح، هو بيقول له ارجع ما فيش داعي انك تحميني. فبيقول الواد ده اعتقد مش هيرد عليك لانه مات اصلا، لكن ما تقلقش ما فيش اي قيمه للضعفاء. بيطير التميمه بتاع جيرس قدام رودو اللي بيفقد اعصابه، وبيلاقي التميمه طايره قدامه ويمسكها. بعد كده بنشوف مشهد ليه من الماضي وهو صغير وبيضرب راسه في الحيطه. رجعته بيقول له انت بتعمل كده ليه في نفسك؟ فبيقول له انت قلت لي ما تاذيش حد. رجعته بيقول له انت اعتبرت ان ده معاناه انك تاذي نفسك ليه؟ ايه اللي مخليك تعمل كده يا رودو؟ فبيقول له ولا حاجة ما فيش حاجة هناك غير الشيء اللي كان معايا طول الوقت، وهو يقصد بيها ايده. فبيقول رجادو انا فهمت، انت فاكر ان ابوك وامك يتخلوا عنك وده اقنعك انك بلا قيمة، والشعور البائس ده تحول لغضب عندك وانت لسه ما تعرفش ازاي تتعامل معاه. وبيقرر انه ياخده ويخرج علشان يدور على الحاجة اللي بيحبها رودو، لان شعور الفراغ اللي عنده بسبب ان ملقاش حاجة يحبها، وبيفضل يدور معاه لاي حاجة يكون بيحبها، ولكن كل حاجة بتكون عادية بالنسبة ليها لحد ما بيشوف واحد من الأغنياء. فبيسأل رجاته هو بيعمل إيه؟ فبيقول له بيرمي القمامة بتاعته، وفجأة تتغير ملامح رودو وبيجري عليها وبيخرج القناع ده وبيبدأ إنه يبكي. رجاته سأله إيه الشعور اللي أنت حسيت بيه؟ فبيقول له إن في كسر بسيط ما كانش ينفع يترمى، لسه فيها كتير من الحياة، ده مش صح أنا عايز أصلحه. ورجاته بيقول إن ده أكتر من مجرد شفقة، انا فهمت انت بتقدر تدرك القيمة اللي في الاشياء اللي بيرميها الناس. وهنا بنشوف رودو وهو بيستخدم التميمة كسلاح. بيقول جيرس انا فهمت هو ليه ما يقدرش يستخدم اداته الحيوية، وقتها احنا كنا غلطانين. قوة رودو مش تحويل الاشياء اللي بيلمسها لادوات حيوية، لكنه بيقدر يخرج قيمة الاشياء الكاملة ويحررها، والتميمة بتتحول للشكل المرعب ده. هو بيتعصب رودو وبيوعد الواد ده انه هيخلص عليه بسبب اللي عمله في جيرس. فبيقول له وانت شكلك غاضب حلو لاني بحب اقاتل الاشخاص الاقوياء، اسمه هو جابر مفلوخوش. والله يا ابني اسمه كده مش من عندي، هما بينطقوا جابر. المهم جابر بيفضل يهجم على رودو بسرعه رهيبه، ولكن ما فيش ولا ضربه بتيجي فيها. فبيقول رودو ان جيرس كان بيتبارك بالتميمه دي علشان يرجعوا كلهم من غير اي اصابات، وعلشان تكون من غير اصابات فانت محتاج لدفعه قويه، ده اللي انا تخيلته. فبيقول له من الاخر قوتك بتخليك تراوغ هجماتي، انت لسه ما اخدتش بالك، انا اتغديت هجماتك كلها من غير ما اتحرك من مكاني، مش انا اللي بتحرك انت اللي بتتحرك. بيقول له قصدك ايه؟ هو بيهجم على رودو وفجأة بيتم تقييده من التميمة. رودو بيقول القوة دي ما اقدرش اهجم عليك بيها، ولكن هستخدم سلاحي المفضل علشان احطمك وهو قبضتي. هو بيفضل جابر يحاول يوصل له لكن من غير اي فايدة، كل مرة بيوقفها هجمته. رودو بيديله لكمة قوية مهما كانت سرعة التميمة بتوقفه، وضربة من الشمال وضربة من اليمين، على واحدة من فوق على واحدة من تحت. جابر بيكون جاب اخره ولكنه مبسوط. مش بقول لكم انه ده مجنون، لحد ما رودو بيديله ضربة قوية بتوقعه على الارض، لكن ابن المجنونة بيقول له انا بقالي كتير ما اتضربتش كده، واراهن انك استمتعت وانت بتضربني، لكن انا لاحظت حاجة، اداتك الحيوية دي بتكتشف النية العادية تجاهك بس وبتبعد الهجوم عنك، لكن لما رميتك بالحجارة لاحظت انها ما بتتفاعلش مع الاشياء اللي ما عندهاش نية عداء تجاهك، وبيستخدم اداة حيوية على نفسه. وهو بيضحك زي المجنون وبيقول له هيحصل ايه يا رودو لو فقدت السيطرة على نفسي وبقيت بهاجم من غير وعي بشكل اعمى؟ هل اداتك هتلاحظ اي نية عدائي ولا لا؟ ده اللي هنعرفه بعد شوية. انا متحمس لأبعد الدرجة اني اجرب. وبيفقد ابن المجنون الوعي وبيتحول لنسخة مجنونة
مجنونة اكتر من الاول، بيصرخ بشكل مرعب وبيهجم على رودو بشكل مرعب. رودو بيشوف جيرس اللي على الارض وبيقول انه لازم يبعد من المكان المعركة علشان ما يتأذيش، وبيجري من المكان والمجنون بيجري وراه مش حله وبيهجم عليها وبيدخل في حالة جديدة من الجنان. رودو ما بيكونش عارف هيواجهه ازاي لان دلوقتي التميمة مش شغالة ضده، ما بيكونش قدامه غير حل انه يتفادى الضربات اللي بتكون سريعة جدا وقوية بالشكل مجنون بيدمر المكان بيها، وبيكون خلاص هيوصل لرودو وهيخلص عليه. ولكن فجأة بيدخل زنك بيكتفه قبل ما يوصل له او بيقول لجابر انت عندك الجرأة تلعب مع الضعفاء ازاي وانت لسه ما هزمتنيش؟ بيقول له رودو خليني اخد مكانك في حساب لازم اخلصه مع الحيوان ده، وبيقول انا كنت براقب المعركة من بعيد وقدرت احلل قوتك وقوة المجنون ده وعرفت طريقة علشان نقدر نهزمه بيها عن طريق توجيه ضربة على رودو، وبكده تتفاعل التميم عليه وهترميه بعيد وهو هيستغل ده علشان يوصل للمجنون ده بسرعة خرافية. هو فعلا بيعمل كده وبتنجح الفكرة وبيضرب المجنون ده على دماغه بالعصاية وما بيكونش مصدق ان الموضوع نجح. ورودو بيقول له انت كنت هتأذيني فعلا، فبيقول له انا قلت لك انها مجرد تجربة لكن انا عرفت ان احنا عندنا فريق بيشتغل كويس. وبيهجم على رودو تاني اللي بيتعصب من الفكرة وبيفضل يرمي عليه المجنون ده وبيرمي زنك اكتر من مرة عليه لحد ما بيفوق ده من كتر الضرب، وبيشوف زنك وهو متعصب وبيديله بالعصاية على دماغه فبيوقعه على الارض منتهي. وفي الوقت ده بتتدمر التميمة وده علشان رودو حس بالامان. زنك بيقول ان الاسلحة اللي بيصنعها رودو محدودة العمر. رودو ما كانش فاهم ايه اللي حصل وفجأة بتحصل حاجة غريبة جدا، بيقع رودو على الارض وبنكتشف انه اتصاب من مخالب المجنون ده واتسمم، والمصيبة الاكبر ان المجنون لسه واعي. يا لها من صدمة، المجنون بيحكم نفسه علشان يرجع تاني لوضع الهيجان ولا كأنه حصل له حاجة. مش عارف انا ازاي بعد كل الضرب ده ما ترمش فيه، بس يلا ما علينا. زنك بيسأل نفس السؤال فبيقول له جابر ان مخالب ايدي اليسرى بتقدر تزيل الالم، انا ما كنتش اتوقع ان اخسر بالشكل ده. السم بتاع اللي انا اصبتك بيه بمخالب ايدي عندي مناعة منها فبيشتغل معايا الا 10 دقايق، هيبدأ يزول المفعول عندي بعد 30 دقيقة، وعلشان كده خلينا نجدد الجرعة. يا ابن المجنونة. زانكو رودو في حالة يرثى لها، مش عايز اتبهدل من الرئيس علشان فشلت في مهمتي تاني. بعد كده بياخد رودو اللي مش قادر يتحرك او بيلوم نفسه على اللي حصل لجيرس وزانك بسبب انه ضعيف حصل كده، ولكن لن ينتهي الامر هنا. والمجنون ده بيهرب من المكان فجأة بيلاقي ريو قدامه وضربة قوية جدا بتيجي من حيث لا يعلم مين الجامد انج اللي بيوصل المكان هو والفرقة، وبنعرف ان القابو ده اجهزة اتصال ما بتشتغل فيه، والفخ ده اتعمل علشان ما حدش يقدر يطلب المساعدة، ولكن الاتنين اللي هربوا من المكان لقوا هاتف في مدينة جنبهم وطلبوا المساعدة. ابن المجنون عايز يقتلهم وهو متحمس جدا فبيقول انجل لرودو انت كنت بتتقاتل مع الراجل ابن المجنون ده انت وانجل كل مدة ديت، فبيقول له انت فاكر نفسك هتقدر تعبس مع المنظفين وترجع للحجر اللي جيت منه ببساطة كده؟ بيقوم المجنون وبيقول له انا عارف اني لازم اهرب بس انا عندي اوامر اني لازم اخد رودو معايا، لكن حتى لو ما قدرتش افوز وحتى كنت على وشك الموت فمش هقدر ارجع من غير تنفيذ الاوامر. وقبل ما يهجم عليهم فجأة تظهر بنت من العدم وبتمسكه من ظهره وبتقول له ان الوقت انتهى لازم يرجع لان الزعيم امر بكده. فبيقول لهم انا اسف لازم ارجع دلوقتي، وبنشوف المكان اللي خرجت منه البت على شكل دوامة بيقدروا ينتقلوا عن طريقها بطريقة غريبة. اصحاب ما بيكونش حد فيهم عارف ازاي ده بيحصل. وقبل ما يمشي رودو بيقوم وده بيفاجئ جابر لان المفروض السم بيخليه ما يقدرش يتحرك، وفجأة بيلاحظ جابر على قفازات رودو علامة وبيقول له انت معاك الحاجة ديت السلسلة والصدفة المذهلة دي. الرئيس هيكون سعيد جدا لما يسمع ده. انا لازم امشي دلوقتي لكنني هرجع لك وانا مستعد اكتر علشان اخدك معايا. وبيدخل في الدوامة ديت اللي فجأة بتختفي وكأنها ما كانتش موجودة، والكل مصدوم ازاي بيقدروا يعملوا كده. ايه هي بقى السلسلة ديت اللي بيتكلموا عنها؟ والسلسلة هنا بتشعل لمجموعة من الحاجات متسلسلة زي الارقام كده وقفازات رودو. واحدة من السلسلة ديت يعني في حاجات تانية زي قفازات رودو ولا وراءها السر كبير. رودو بيروح لجيرس وبيعتذر له انه دمر التميمة بتاعته، فبيقول له التميمة ديت كانت عزيزة على قلبي ولكن طالما ساعدتك فده الشيء
شيء عظيم. بيرجع له المقر ورودو بيكون حزين جدا. انجن بيروح له وبيسأله انت ليه مكتئب كده؟ انا سمعت انك اتعلمت ازاي تقدر تستخدم اداتك، ده حاجة كويسة جدا. فبيقول له في الاعلى ما قدرتش انقذ الشخص اللي انقذني، او الامر بيتكرر هنا كل ما ابدا افتكر اني اتغيرت واتقدمت خطوة لقدام بلاقي نفس الحاجات بتحصل تاني. هل هفضل كده طول حياتي؟ انجن بيقول ان جيرس كان عارف اللي جاي ليها، وهو خاطر بحياته علشان يحمي اصدقائه، وهو حماك علشان شافك بتهتم بالناس والاشياء زي بعض. تعال معايا واظهر احترامك لجيرس. وهنا بتجيله الصدمة لما بيشوف جيرس بخير ولكنه حصل له حاجة. انجن بيضحك عليه وبيقول له يا كتكوتي انت كنت مكتئب لانك افتكرت جيرس مات. فبيقول له ازاي انت حي؟ انا شفت المخالب وهي بتخترق صدرك. يا انت يا عم رودو لو ما زعلان وكمان لو طلع عز زعلان، طيب احنا نعمل ايه علشان نرضيك؟ جيرس بيقول له ان الفضل يرجع للفريق الطبي وبالتحديد البت ديت اللي اسمها اشياء، وهي الوحيده من المنظفين اللي عندها قوه الشفاء. وبيقول له رودو انت قمت بعمل رائع جدا، ده كان حاجه عظيمه وتعاونك مع زنكو ووقفتك معاه وده شيء مدهش. فما تقلقش على التميمه، انا سعيد ان حاجه اعتنيت بيها كانت مفيده لحد. فبيقول له انا فهمت وانا سعيد جدا انك نجيت. انجن بيقول المغيرين دلوقتي بقوا بيهجموا على المنظفين بشكل معتمد، يعني دلوقتي مش وحوش القمامة بس اللي ممكن نقتلها في المستقبل، وكمان حصلنا على معلومات جديدة. وفي الوقت دوت بيدخل واحد وبيقول ان المغير ذكر شيء عن الحد، وده معناه ان المغيرين بيعملوا بحث عن الفلك. ورودو بيقول مين الراجل ده؟ فبيقول له ده الزعيم، هذا هو قائد المنظفين واللي اسمه كوروفس. بيقول له رودو انا سمعت انك هتفضل معانا بالشكل مؤقت علشان تحصل على بعض المعلومات، وانا كنت هقول اننا مش هنقدر نخليك معانا، وخطرت بحياتك علشان تحميهم، وعندك قوة تقدر بيها انك تساهم في المعركة القادمة. انا ما عنديش اي اعتراض، تقدر دلوقتي تنضم بشكل رسمي للموظفين. ابقى تعال لغرفتي عندي ملابس ليك وبعض المعلومات. ولما بيروح لرودو بيقول ان الحد ده بيوقع بين الفلك والارض، وبيتقال ان اي حد بيحاول يروح للفلك بيموت. وهو بيعبر الحد بيقول له ان في امرأة بتعيش في الارض متوحشة الاقرب للحد. الارض المتوحشة ديت اللي ذكرناها قبل شوية في منها 6 وفيهم درجة تلوث عالية جدا وخطيرة. المهم المرأة ديت عايشة في ارض موحشة قريبة من الحد. وفي مرة تاه مسافر وساعدته المرأة ديت، ولما سألها المسافر انت ليه بتعيش في المكان ده؟ فقالت انها بتراقب الناس اللي بتسقط من الاعلى. عاشت المرأة ديت هناك لسنوات وهي بتراقب، وفجأة قالت ان في ناس بيروحوا وبيجوا من غير ما يموتوا، وفي احتمال انها شافت ناس قدروا يعبروا لحد احياء. فبيقول رودو لو مشيت ورا حد من اللي شافتهم المره ديت ممكن اعرف ازاي اوصل هناك، وكمان ازاي وصلت هناك من غير ما تموت رغم انها رحله خطيره. ها هتروح ولا هتفضل؟ فبيقول رودو طبعا هروح. ولا اول مره بنشوف رداء رودو الجديد الخاص بالموظفين. المجنون بيكون عايز يروح فورا للمره ديت، ولكن انجن بيوقفه وبيقول له ما ينفعش تروح كده من غير تحضيرات، انت رايح لارض متوحشه فلازم يكون عندك معلومات وتعرف هتعمل ايه كويس. انك قدرت تستعمل اداتك ولكن لسه ما عرفتش حدودها ولا نقاط ضعفها. رودو بيقول له هو انت كمان هتيجي؟ فبيقول له ايوه طبعا، انك تروح لوحدك لارض متوحشه يعتبر انتحار ولازم ناخد بالنا من المتغيرين كمان. رودو بيقول ازاي متغيرين بيقدروا يكونوا جفرس وهم اشرار؟ فبيقول له انجن مش معنى انهم اشرار ده يخلوهم ما يعتنوش باشيائهم. في ناس بيبان عليهم انهم طيبين ولكن بيعاملوا الاشياء على انها قذاره، وفي ناس شكلهم سيء ولكنهم بيعتنوا بالاشياء بشكل جيد. اخلاق الشخص مش مرتبطه بقدرته ان يكون جفرس. بعد كده بيقول له روح ارتاح انت دلوقتي. ولما بيروح اوضته ما بيكونش عارف يعمل ايه، فبتجيله ريوها وبتفرجه على المقر وبتقدم له حلويات عمره ما اكل منها لانها طعام الاغنياء وبتعجبه جدا
لدرجة انه بيتحول لبالونة من كتر الفرح. وزنك بيفتكر دخيل في المقر. بعد كده بيروح علشان يخليه يجرب قدراته اللي ما بتشتغلش اصلا. فبيكتشف زنك اللي قدرات رودو ما تشتغلش غير على الخردة. بيقول له جرب كده لو تقدر تحول اكتر من حاجة. وبالفعل بيقدر. وبيقول له انت غشاش حقيقي. لكن فجأة رودو بينزف من مناخيره بسبب استخدام قوته بالشكل المفرط. فبيقول له انجن ان اكيد جودة قفازاته هائلة لدرجة ان جسمه مش قادر يستحملها. رودو بيسأل ايه الجودة دي؟ فبيقول كلما اعتنيت بشيء بشدة لوقت طويل ده بيخلي الاداء اقوى ومستواها اعلى، وده بنسميه تحسين الجودة. كلما الجودة كانت افضل الاداء بتنتج قوة اكبر. لكن الجودة مش كل حاجة في القتال. تجربة المستخدم وعقليته بتأثر على الشكل وقدراته. تقدر تقول ان الاتنين مهمين. زنك بيقول ده منطقي. فكر انه يعتني بالشيء من طفولته بيخلي جودته عالية جدا، لكن هل تأثر عليها جسديا للدرجة ديت ولا السلسلة لها علاقة بالموضوع؟ رضو بيقول طيب ليه التميمة اللي اتحولت لسلاح اتدمرت والحاجات ديت اللي حاولتها ما حصلهاش حاجة، حتى انا ببدل بينهم. فبتقول ريو ان ممكن يكون الموضوع شبه تحقيق الهدف، لان قوتك بتتعلم باظهار القيمة الكاملة من غير قيود، فلما بتستخدمه بتحقق غايتها الحقيقية. فبيقول زنك فعلا التميمة اتدمرت لما انتهت المعركة ورودو حس بالامان. بيقول انجن ان دي ممكن تكون قوة رودو انه يقدر يستخلص القيمة الكاملة من القمامة والاشياء المكسورة ويتخليها تحقق غايتها بعد كده يدفنها. اعتقد ان ريو عندها حق. انت ما كسرتش تميم الجرس ولا حاجة، انت اللي سمحت للحاجات ديت من الوجود بعد ما توصل لمجردها الاخير. رودو بيقول انا فهمت، قوتي مش عن كسر الاشياء. بتقول ريو بس اهم ذكر شيء عن القفازات من السلسلة ده يعني ايه؟ فبيقول رودو يعني ده معناها ان في زي قفازات، بس ده ليه؟ ريو بتسأله هل لهم اسم؟ فبيقول له انه ما فكرش في الموضوع ده قبل كده. انجن بيقول له لازم تدور على اسم ليهم. بنروح عند زعيم المتغيرين اللي بيقول كلام غريب. المنظفين مدينة ألف، مسبحة الصحراء، أدوات حيوية، السلسلة وبيظهر نفس العلامة اللي على قفازات رودو على الملابس بتاعته، وبينتهي بذكر اسم رودو. يا ترى ايه علاقة الزعيم برودو والسلسلة دي؟ بنروح عند الموظفين وبيستعدوا للانطلاق في رحلتهم، ولكن بيكون في حاجة ناقصة، في عادة وهو الشيء بيسموه القناع الكامل. وبيقولوا رودو فين القناع بتاعك؟ لازم المنظفين يلبسوه في الأراضي المتوحشة زي اللي كان لابسه انجن لما قابلك. بس الشخص اللي شغال على القناع هو واحد من المجانين اللي في القصة بتاعتنا ولسه ما خلصش القناع، ولا حتى ما يخلص القناع هيروح للشخص اسمه جو وهم عايزين ينقذوها علشان يقللوا من احتمال حدوث اي خطر. المجموعة متكونة من كل دول، والاتنين دول جداد اسمهم ديلمون وتمسي. بيتوجهوا للمكان اللي فيه جوب واللي بيكون عبارة عن مدينة كبيرة جدا بتكون جواها حفرة وفيها قوة بتحميهم من مخلوقات الفلك. بيكون في بوابة عملاقة بتدخل على المدينة او بتكون مفتوحة، ولكن الاتنين دول مش عارفين يدخلوا وكانوا بيخبطوا في السور، ولكن ابطالنا بيدخلوا بكل سهولة. رودو ما بيكونش فاهم، فبيقول له انجن طالما انك مش ناوي تعمل مصيبة في المدينة تقدر تدخل عادي وتخرج منها، والا عامل التعويذة ديت هو جوب. ولكن لما بيروحوا بيسألوا عنه وبيكتشفوا انه مات في صباح اليوم ده بسبب انه ما اكتفاش بالرسم في المناطق الآمنة وكان عايز يرسم في المناطق الملوثة، وكان خرج من غير ماسك ومات بسبب التلوث. ولكن بيكون جوب اختار خليفته لان بالشكل ما الاداء اللي بتكون عبارة عن القلم ده بينفع انها تتورث، وده بينطبق على الادوات الكتيرة كمان. واللي ورث الاداء هو الولد ده بيكون قاعد يعيط على رحيل جوب. بيقول له فولو ان في ناس ممكن يكونوا مانحين مباشر من غير ما يحتاجوا انهم يعبروا عن الاشياء علشان يكون اداة حيوية، لانه بيكون عندهم قابلية عالية كمانحين حتى لو ما كانش عندهم ادواتهم الخاصة ممكن يكونوا مانحين. المهم بعد كده بيفتكروا انهم كده جم على الفاضي، وبيقول انجل للواد ده هجيلك اشوفك بعدين لانه كان مكتئب جدا، ولكن فجأة بيصرخ وبيقول كفاية لحد هنا، وبيقول خلينا نحتفل. وبيطلع يجري على السطح وبتخرج منه طاقة رهيبة وبيبدأ في الرسم بالفرشة، وفجأة العلبة دي بتتحول لمهرجات وبيبدأ المهرجان في المدينة. بعد كده بيبدأ في رسم التعويذة على الفريق علشان يرجعوا للمقر وبياخدوا القناع الكامل بتاع رودو، ولكن قبل ما يرجعوا بيتوجهوا لمكان مليء بالخردة علشان رودو يختار أداة ليها. بيكون فرحان جدا وعامل زي المجانين وعاوز ياخد كل حاجة
معاها او بيبدا ينقي منهم، وبنشوف في الشاشه دي البدله الكامله للحارس. وبعد كده بيرجعوا للمقر وبيكون القناع خلص اخيرا، فبيتوجهوا للارض المتوحشه. وكما هو متوقع بتهجم عليهم الوحوش، ولاول مره بنشوف رضو بالطقم الكامل. وقبل ما ندخل في المعركه بيتحول المشهد لمقر المتغيرين، وجابر بيسال الزعيم ايه هناك في المكان ده القطعه الاخيره، فبيقولوا له لما تروح هناك هتعرف. بنرجع تاني والوحوش اللي بتكون عباره عن عقارب بتهجم عليهم وبدون اي مجهود بيجلدوهم. رضو بيستخدم الكيبورد ده وبيخليه اداته علشان يقضي على الوحش عن طريق زراير الكيبورد، بيكتب على ظهر عقرب. في الوقت دوت بتظهر البت اللي كانوا بيدوروا عليها. الشكل الانمي ده عباره عن شله من المجانين اتجمعوا مع بعض. البت اسمها امو بتقول لهم انتم جيتوا هنا علشان تشوفوني صح؟ بتطلب منهم يروحوا معاها المكان بتاعها لانها خرجت من غير ماسك وخايفه انها تموت. وفي كده يا زمايله نكون خلصنا اول 10 حلقات من انمي رودو. ما تنساش بقى تشترك في قناتك وكومنتك الرايق، واهم حاجه بذكرك تصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. واشوفك في فيديو جديد يا عسل، ويلا سلام سلام سلام.